شيء سطحي يعني. سطحي جدا. ما في خوف. بالعكس، حتى الناس، هاي معلومة مهمة جدا، يمكن بالكويت كلها ما حدا بيعمل إلا أنا، بلبنان وبالكويت. حتى الناس اللي عندهم فقر دم هنيفيا بنسوي لهم حجامة. سوينا كثير من الحالات وعملنا لهم حجامة والحمد لله. لأنه ما له شغل بالدم، ما كلش ما له شغل بالدم. هذا الغرض بدنا تبرع بالدم وغير الحجامة. الناس يقولوا لك نفس الشيء، التبرع بالدم قاعد تاخذ من الوريد، هذا ممنوع. حتى لو شو ما يكون عندك اي شيء خارج عن الطبيعي ممنوع تتبرع بالدم. الحجامة العكس مباشرة تماما، انه انت في كتير حالة ممنوع من التبرع مسموح بالحجامة. فعشان هيك الفرق بين التبرع وبين الحجامة يعني مختلفين جدا. هون قاعد تتبرع لتعطي لشخص آخر محتاج دم، وهون انت هذا الدم مش محتاج له فلازم ناخذ منه. أيوة، هذا النظام انه انت قاعد تتخلص جسمك، قاعد تتخلص الدم الفاسد والسموم والتجلطات واي شيء سيء بالجسم قاعد تاخذه يطلع من جسمك ويقطع. اما التبرع باجبار انك تاخذ اسمه تبرع حق شخص اخر حتى يقدر يستفيد او يقدر يكمل حياته بالنقص اللي عنده. يا سبحان الله، جزاك الله خير، بيض الله وجهك. ونبلش دكتور؟ يلا يلا بسم الله. زين دكتور، في سؤال مهم جدا بالنسبة لأخواتنا السيدات، في لهم قسم خاص؟ نعم، قسم خاص طبعا. كل الحالات نساء رجال أطفال كل نعمل بحال إنه هم محتاجين استشارة، نعمل لهم استشارات، وبعد الاستشارة بتحط لهم البرنامج العلاجي شو ما تكون الحالة. وأهم شنو أهم نقطة اللي أنا بدي أوصلها، اللي مشكلته عنا موجودة بنقول له مشكلتك موجودة وحلها بواحد اثنين ثلاثة. ثانية عنا مشكلته مش محلول أو مو عنا بنحاوله على الناس المختصين بهذا المجال، حتى الأطفال وحتى الرجال الشباب كلهم بنفس البرنامج. اللي عنده أي مشكلة بيجي بيقعد معي بيقول لي شو مشكلته، على هالأساس إذا عنا بنقول له عنا مو عنا بنحاول على الاختصاص المختص بهذا الاختصاص، وبنحط البرنامج المحدد. أكيد جلسات حجامات شو ما يكون الحالة بنحط له برنامج A to Z، وبننصحه بالأكل، وبننصحه بموضوع التغذية، وبننصحه بالرياضة. كل الأمور A to Z بنعطيها. بيض الله وجهك دكتور. وتسمح لي بالفيديو الأخير هذا نزل رقم تلفون التواصل؟ أكيد طبعا. بيض الله وجهك. أنا مكانك هذا يا ما تقصر، أنا أشهد والله ما تقصر. بيض الله وجهك، مشكور مشكور مشكور. واللي يك من طرفي الله في عاد لا تقصر ويا دكتور. اي والله الله ترى انا احب ادلع متابعين. اي والله دلوعين يستاهلون من يدلعهم. أكيد طبعا. قواك الله، بارك الله فيك. مشكلة بيجي يقعد معي بيقول لي شو مشكلته، على هالأساس إذا عنا بنقول له عنا مو عنا بنحافظ على الاختصاص المختص بهذا الاختصاص، وبنحط البرنامج المحدد. أكيد جلسات حجامات شو ما يكون الحالة بنحط له برنامج A to Z، وبننصحه بالأكل، وبننصحه بموضوع التغذية، وبننصحه بالرياضة. كل الأمور A to Z بنعطيها. بيض الله وجهك دكتور. وتسمح لي بالفيديو الأخير هذا نزل رقم تلفون التواصل؟ أكيد طبعا. بيض الله وجهك. أنا مكانك هذا ما